اكتبك عطله. اهدأ مالك، ايش من قصيدة هذا اللي بتناطح؟ اهدأ، ما هي قصيدة مش مصارعة ثيرة. اكتبك عطله اخي. تمام، اهدأ اهدأ على ما اهلك. اهدأ اهدأ مالك فجعت. القصيدة هي باللسان مش بالقرون. من قال لك ان الشعر ولا يجوز بالقرون؟ لا تناطح ولا شيء. رعبت لك خلق الله. باقي بس يخرج لك قطعة حمراء وقماشة كذا وانت لاحق بعده. هدا هدا ما ينفعش هكذا والله. لو تلست شعر هكذا كم يا اضرار بعد. انت مالك الا اسبانيا تروح تشعر فيها. هدا لو على هكذا الشعر ما تكون تكمل القصيدة وقت معك ثلاثة مكسرين واثنين بيرعفوا وثلاثة مجبصين. ما هدا طلقت الله مالك ذا. ما كيف بيتعاملوا مع هذا؟ هدا هذا يمكن قدوم يشوفوا لا قدوم جاه الهاجس قدوم يحفر برجلها كذا كذا. لا هذا انا انصحكم، هذا يفترض انه قبل ما يجي الهاجس يكون يربطوا رجل ويد ويبركوا يكمل قصيدته وبعدين يفكوا له. والله ما تدخل لا مسلخ يكمل قصيدته وقسموك اسباع وفي العيد الكبير. الله والشاعر اخي يكذب العالم من اجلي، طلع بيصدق العالم علي. نعم احنا بنعمل نفوسنا ما سمعنا. نعم الله يرضاها عليك. ايش واعمل نفسك مشي خرجت كأنها خرجت عليك ما بدون قصد يلا روح البيت سكتة وكذا وحتى لا حد شافك ولا سألك هذا كلمات تقول ولا اعرف انكر ولا احلف يا ميزان باتصو. اهم شيء انتبه تقول لحد انها كلماتك ولا ان هذا قصيدة. حتى في البيت وصل غلق على نفسك وقول مريض بطني. انتبه كتب لك عمري جديد. يلا روح الله يرضى عليك.